علاقتك بجوزك بتتخانقوا زي الناس طبعا. العادية طبعا. ولا زي ما بتبانوا كده على طول متعاونين لا لا، اللي ورا الكاميرا ما حدش يعرف عنه حاجه. لا طبعا، ده مشاكل كتير جدا وضغوط الحياه، ودايما مش متفقين، وعندنا خناقات وعركات على الضيق كده انا وهو. بس عادي في الاخر، عادي يعني بنتعايش انا عيالنا. ودايما بنبقى عارفين ان هي يعني احنا لو طلعنا فيديو وطلع ترند انا وهو على الفيسبوك او على تيك توك، لازم تحصل مشكله وكارثه بين انا وجوزي. تؤمني بالحسد؟ او مؤخرا طبعا. أنا ممكن اطلع والمطبخ ورايا مصوره، يقول لي عاملاه بكام المطبخ ده، اقفل الاقي المطبخ وقع عليا والكسر. بجد؟ البوتاجاز ده بكام مره فرقعت، الغساله دي بكام مره فرقعت. بس هو دي انا كده. حقيقة على دي مؤخرا بقت تحصل معايا. فكرة. لو نازله بطقم اصوره لازم يتغتش او يتقطع واركنه خلاص كده. هو كده. بس في ناس بتحسد وهي مش قصدها اي حاجه اصلا، يعني بيبقى غصب عنهم ساعات بس. هو الحسد ده تمني زوال النعمة، ده وحش قوي. اه يعني العين بتموت، الحسد ينزل القبر. بس خرب حياتنا نفسيا بقى. احنا دايما نفسيا مش احسن حاجه، وضغوط على دماغنا كده. من الشهرة طاقه ولا من سلبيه. الشهره طبعا، الشهره. مش الشغل، مش الفسيخ؟ من الشهره. الفيديوهات. امتى هتقدري تفتحي محل وتبيعي فسيخ من غير ما تطلعي على السوشيال ميديا ما اقدرش، ما انا هبيع ازاي؟ زي ما الناس باعت قبل كده؟ انا بقول لحضرتك، انا مثلا اعمل عرض على الفسيخ، اطلع اقول عن العرض، تجيلي بقى اوردرات كتير. هو ده طريقة الإعلام بتاعتك؟ غير كده مش هشتغل. انا ساعات لما ببقى نفسيتي تعبانه جدا الاقي جوزي طالع عليا بالفسيخ يقول لي والنبي اعملي لنا اعلان الحلايم في المحلات. اقول له طيب ماشي هعمل، بس انا ماليش مزاج، واركن برضو الفسيخ. هو كده، هو ووالدتي على طول. طب احكي لي شوية عن أمك. امي دي ست الكل. اللي اشتغلت علينا من واحنا صغيرين. اشتغلت علينا واحنا صغيرين. حاولت بكل الطرق تشتغل كل حاجه، نفس المعاناه اللي انا عانيتها، بس امي بقى على اوسع. كان معاها الاربع عيال. دايما كنت اسمعها انها تقول انا ما بشتريش جلابيه لنفسي، ما ينفعش تشتري. كانت الجلابيه تتقطع، كانت ترفع. تلفها وتلبسها. سنين تقعد معاها الجلابيه، سنين كتير. مش بقول كلام وخلاص. انا امي ديت بتستخسر اي حاجه في نفسها عشان خاطرنا. عملتي ايه دلوقتي عشان تعوضيها بقى؟ زي ما هي ما استخسرتش فيا انا ما استخسرش فيها. مم. بالظبط. يعني زي ما هي كانت بتحملني وانا صغيره بنتها اللي ما ينفعش تتحرم من حاجه، انا دلوقتي بعمل كده. هي ما ينفعش تتحرم من حاجه، وهي ما بتطلبش اي حاجه، ما بتطلبش طرحه، مش عاوزه. هي بتشتغل وبس، ما بتعملش اي حاجه غير انها بتشتغل. ما طلبتش منك حاجة خالص؟ ولا الهوا، ولا بتطلب اي حاجه. طب انتي فكرتي تجيبي لها ايه؟ وطلعتها عمره 3 مرات. جبت لها دهب، بس الدهب لما بنزنق بتديهولي ابيعه تاني. والله هي بتدوني من نفسها، بتقلع من نفسها. حاجات كتير قوي، مفيش مع ان كلام. الناس متخيلة ان ماماك ما بتتزنقش. لا ازاي؟ لا ده احنا عندنا في رمضان الزنقنا، وفي العيد الكبير الزنقنا. مين اللي قال كده؟ يعني انتي عايشة بيقوتوا اليوم يجي اليوم بيومه، اللي بيجي نعيش. بيتصرف. نعيش في مستوانا كويس. غير كده بقى عاوزه تبيع مدخراتك بقى هتبيع، انت فاهمه ازاي؟ يعني يخش علينا زنقه نبيع غوشه مثلا بتاعت ماما من بتاعتي، نبيع خاتم كنا جايبينه، نبيع تليفون كده. يعني احنا ماشيين كده، واحنا جايبين الحاجات ديت ادخار، يعني لما نوزع بنبيعها. لما بتلاقي ناس على السوشيال ميديا بقى يعني ايه زهزهت معاهم قوي، ما بتقوليش اشمعنى دول مثلا؟ عمري ربنا يكرمه ويرزقه وهيرضينا. طول ما انا راضيه ربنا يرضينا على طول. يعني بسألك على التيك توك دلوقتي قلتي انا ما عنديش داعمين. لا ما عنديش. ليه بقى؟ ما انا عندي شغلي. انا لو هتيجي التيك توك ده يوم ما افكر ابطل فسيخ. احنا مش قلنا هنعمل لقاء على التيك توك؟ ان شاء الله، يلا بينا. والله جيب فسيختي وتجيبي فسيختك. ماشي، بس خلي ليها والله اللايف والله. وبعدين وفسيختي قدام فسيختك. بس انتي هتقولي على فسيختك طعمها حلو. ما حدش بس بيقول على حاجه. بس مش هنبقى قدام بعض للاسف الشديد. مين يشد العروسه؟ لا بس فسيختك حلو فعلا بجد. والله. انت دوتي مره واحده؟ بس يوم ما اكلت ده كنت باكل بجد، ما كنتش بمثل. اصل الناس ساعتها فهمت انها جايه دافعه لي فلوس وان انا بعمل لها اعلان. وانا عمري ما عملت كده. عمري ما خدت من حد فلوس عشان اعمل له اعلان. هيقولوا لنا في الكومنتات ان شاء الله انت جايبه بتاعه الفسيخ ليه.
ده قعدوا كتير قوي 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 يقولوا لي انت بتجيبي بلوجرز وبتجيبي مش عارفه اصلها راحت عليكي، فانت بتجيبي ناس دون المستوى ومش عارفه ايه هو المستوى ده. مش فاهمه ليه ما كلنا بني ادمين يعني. لا مش قصدي، يعني قصدي اقول انا النهارده لازم استضيف بس علماء وبس ناس خلصت جامعة وبس ناس مثلا رجال أعمال وكده، وكأن بقية الشعب ده ملوش قيمة مثلا يعني هل مثلا رجل القمامة ملوش قيمة؟ هل الراجل السباك اللي بينزل مثلا البلاعة ويصلح المجاري ملوش قيمة؟ انتي اللي روحتي اشتغلتي في بيوت وعملتي وسويتي عشان اهلك ملكيش قيمة؟ يعني انا بالرغم من كل الناس اللي بتقول كده انا بفتخر جدا ان انا بقعد مع الناس دي اقيم كتير اي من عندي من ناس كتير تاني، لان الناس دي تعبت بجد واجتهدت وكبرت وحققت ولسه عندها طموح. انت لسه عندك حلم وعايز تحققيه وبتعلمي ولادك ودخلهم مدارس كويسة. انا مش فاهمة ليه انا ما اقعدش مع حد بيتلفظ، ما اقعدش مع حد بيخرج عن سياق الادب. لكن الناس المجتهدة مش معنى ان انت ما كملتيش تعليم عالي او بتعملي فسيخ. طب ما الفسيخ ده احنا كلنا من اكبر واحد لاصغر واحد بياكل فسيخ عادي. يعني ودلوقتي كمان بيقعدوا يقولوا لي بيقارنوا نفسهم يعني بيقارنوني بالشهادات بتاعتهم بطريقة صعبة. ايه الشهاده؟ يقول لك اصل مكة جابت عربيه بس اللي خرج من كليه الهندسه مش عارف يجيب عربيه. هو مين قال لك ان اللي خرج من كليه الهندسه احسن من مكة او مكة احسن منه؟ كل واحد في الدنيا ليه رزقه اللي ربنا كتبه. وانتي النهارده عندك موهبه في صنعتك، بتعملي فسيخ حلو، وهو مهندس بيبني بيت حلو او بيعمل طريق حلو. انتوا الاتنين بتعملوا حاجة حلوة بطريقتكم، مفيش حد احسن من حد. مين قال ان الدكتور احسن من المذيعة او المذيعة احسن من الممثلة او ممكة احسن من ست البيت؟ على فكرة ممكن يبقى ست بيت في البيت وبتعملش حاجة خالص وبتصحى تمسح الارض وتعمل مواعين وبتاع، وست كويسة جدا وست عظيمة وكل حاجة، ما هي ده بتعمل انجاز وما اتعلمتش خالص، ما تفكش الخط. يعني ام سعد الصغير دي كانت ست طيبة جدا جدا، وكان بتحسهم دايما على انهم يجتهدوا ويعملوا ويسووا، وفي نفس الوقت كانت شخصيتها قوية جدا ان كل الرجالة اللي في العيلة دي بيخافوا منها جدا، وهي ست كانتش متعلمة.